السلام عليكم ورحمة الله، كنرحب بكم أخواتي الغاليات، نتمنى إن شاء الله تكونوا بألف خير. بعد الصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله، وصفة اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم قروط اللي كيجي ناجح من أول تجربة، وخا المبتدئات أول مرة إن شاء الله غادي تجربوه غادي يصدق لكم من أول تجربة. نتيجة اللي هي رائعة وزوينة بزاف، كيجي معلك وهشيش ومقرمش، فيه واحد القرمشة اللي هي خفيفة على برا ومن الداخل كيجي معلك وزوين بزاف ورطب، ما تشبعوش منه اخواتي، ما يجيش نهائيا قاصح. غير تبعوا معايا الفيديو باش تشوفوا جميع التفاصيل والطريقه ديال التحضير ديالو ان شاء الله يا ربي. وما تنسونيش باللايك والبارطاج مع الاحباب ومع الصديقه ديالكم اللي تعم الفائده. على بركه الله، ما غاديش نطول عليكم. غادي نحتاجوا في المقادير، عندي هنايا كيلو ديال السميده العاديه متوسطه اللي كنديروا بها البسبوسه والحرشه، وعندي هنايا 200 غرام ديال السميده الغليظه، كيلوغرام واحد مع 200 غرام ديال السميده الغليظه، والقطرات من الروح ديال الزهر اللي متوفر عندنا، ما متوفرش يعني ممكن تستغناو عليه، وممكن ديروا نصف الكميه حسب افراد الاسره وحسب الرغبه. وعندي هنايا نصف كاس ديال العنبه ديال الدقيق، وربع كاس ديال الزيت النباتي، كاس ديال العنبه ربع كاس. وعندي هنايا غادي نحتاجو واحد الملعقه اللي هي كبيره ديال السكر، وغادي نحتاجو نص ملعقه اللي هي كبيره من القرفه والملح. وعندي هنا في هذا الكاسرول 400 غرام ديال الزبده اللي ذوبتها، استعملت غير ديال العبار، ممكن تستعملوا اي نوعيه، ممكن تستعملوا حيوانيه او نباتيه. وهنايا عندي الماء المعدني، وغادي نحتاجو حتى الماء ديال الزهر ان شاء الله. بسم الله. كنضيفوا هاد السميده الغليظه مع السميده الرقيقه والدقيق، وهاد الدقيق هو اللي كيخلي لنا هاد السميده يعني لا الرقيقه ولا الغليظه كيتجمعوا بيناتهم، خصوصا المبتدئات باش ما تبقاش تفتت معاكم. وملعقه اللي هي كبيره ديال السكر باش تعطينا ديك الحموضه باش يجي المقروط ديالنا محمر وزوين. ونصف ملعقه صغيره او كبيره عفوا ديال القرفه، والقليل من الملح، وقطرات من الزهر. ممكن تشريو هاد القرعه غير صغيره، الثمن ديالها 5 دراهم، ممكن نديرو منها حتى 3 أو 4 ديال الخطرات. كنديرو غير بعض القطرات، وكنضيفو الزيت النباتي ربع كاس ديال العنبه. وغادي ندمجو هاد العناصر قبل ما نضيفو ان شاء الله الزبده. كنحاولوا نلبسو جميع الحبات ديال السميده هاد الزيت، وندمجو العناصر الجافه كذلك. من بعد ما دمجت جميع العناصر مزيان، بسم الله غادي نضيفو الزبده. والزبده من بعد ما كندوبوها كنخليوها شويه تدفى، ما كنضيفوهاش سخونه. كندخلو ديك الزبده مزيان في السميده، هكا كنخدمو غير بالاصابع ديال اليد، وكنحاولوا كذلك نفركو شويه هكا غير بالاصابع ديالنا. بعد غنخليوها ان شاء الله ترتاح واحد 2 سوايع حتى 3، وممكن تخليوها ليله كامله تنقصوا عليكم الخدمه، توجدوا هكا يعني في نهار توجدوا هاد السميده، غد ليه تكملوا يعني الخدمه ديالكم. ممكن تخليوها حتى 3 أو 2 ليالي، ولا كان الحال بارد كتخليوها خارج الثلاجه، ولا كان الحال سخون من الاحسن كديروها في الثلاجه باش ما تعطيكمش شي نسمه هذيك الزبده. ان شاء الله دابا غادي نوجدوا عقده ديال التمر. كنحتاجوا نصف كيلوغرام من التمر او معجون التمر، اي نوعيه اللي كتفضلوا، والقرفه والسمسم المحمص والزيت النباتيه. نصف كيلوغرام ديال معجون التمر كيجي هو هذاك الكميه اللي وجدنا ديال السميده. كنضيف عليه نصف ملعقه اللي هي كبيره من بودره القرفه، وكنضيف 3 حتى 4 معالق اللي هما كبارين ديال السمسم اي جنجلان اللي حمصته. وهاد الجنجلان كيخلي لنا هاد التمر كيبقى شاد، ومنه يعني كنستافدوا من الفوائد اللي فيه، وكيعطينا واحد الطعم اللي هو رائع. و2 معالق اللي هما كبارين ديال الزيت النباتيه. كذلك هاد الزيت عنده واحد الدور مهم، كتكون حاجز لهاد التمر باش ما يتحلش لينا في الزيت، يعني بحال اللي كنغلفوا هاد التمر بهاد الزيت باش ما يتحلش لينا من بعد ما كنقليو المقروط ديالنا ان شاء الله. وكنخدموا هذا المعجون ديال التمر مزيان، وكندخلوا فيه هاد العناصر اللي ضفناهم. صافي هنايا العقده ديالنا موجوده، غادي نشكلوا منها حرابل. بسم الله. هنا فوق سطح العمل كندهنوا بقليل من الزيت النباتيه، كنجيبوا القليل من هذا المعجون وكنشكلوا منه كيف قلت لكم هكا حرابل اللي يكونوا طوال.
صافي هنا من بعد ما كملت الكميه اللي كانت عندي كامله، ونتمنى ان شاء الله يكون واضح لكم حتى السمك، وكنحتفظ بهم جانبا. من الاحسن كتغطيوهم بواحد البلاستيك غذائي وتاخذوا يعني كتخدموه بالواحد الواحد. وهنايا كنرجعوا للسميده ديالنا من بعد ما خليناها تبات، او تخليوها 2 سوايع حتى 3 كيف تقدر لكم. وفي هاد الزلافه عندي نصف كميه ديال الماء الزهر، والنصف الاخر المتبقي كنكملوه بالماء، اي زلافه ما بين الماء الزهر والماء المعدني. وكنرشوا السميده ديالنا هكا، كنديروا بالحفنه. ما تخدموش غير بالماء الزهر، ضروري من الماء المعدني باش ما يجيكمش المقروط قاصح وما كنعجنوش اخواتي. كنخدمو هكا غير بالاصابع ديالنا. هنايا من بعد ما درت نصف الكميه ديال الماء الزهر او الماء المعدني اللي عندي، غادي نخلي السميده شويه تشرب واحد 5 دقائق ونرجع ليها. هاد 5 دقائق خليتها باش نعرف السميده ديالي شحال خصني، يعني غادي نزيد ديال الماء، وغادي نضيف غير بشويه بشويه. صافي هنايا كندير تجربه، غنلقاها تلمات معايا. صافي ما غاديش نضيف الماء، هادشي اللي تبقى ليا من الزلافه. نخليوها واحد 5 دقائق باش تعطينا الطعم. هنايا غير بحال اللي كندلك، لكن غير واحد 2 3 الخطرات وكنجمع باش تلم معايا. ما تبقاوش تدلكوا فيها باش ما تولي لكمش الاستيك. كنشكلو هكا على شكل حربول. وهنا كنستعانوا بواحد السكين اي موس، وكنحاولوا نفتحو من الاعلى وما كنوصلوش حتى للاسفل. وكنجيبوا الحبل ديالنا ديال التمر او عقده ديالنا ديال التمر وكنحطوها في الوسط. من بعد كنلموا الجوانب وكنسدو من الفوق. كنحاولوا نقرصو مزيان باش ما يتحلش معنا في الزيت. من بعد ما كنقرصو مزيان كنحاولوا نضغطوا عليه، وفي التالي كنحربلوه بهذه الطريقه وكيزيد كيطول معنا. وكنحيدوا هاد الاطراف بشكل مائل. وهنايا الحجم او العبار حسب الرغبه كندير 2 صبيعات. من بعد كنقطع، او كتشدوا العبار واحد في الاول، من بعد كتشدوا عليه القياس كامل ديال الوحدات اللي عندكم بهذه الطريقه. وكنقطعوا هكا غير بالموس اي بالسكين. من بعد ما كنقطعوهم كنحاولوا نقادو شويه الاطراف هكا بالاصابع ديال اليد. والتزيين كيبقى اختياري، ممكن تخليوهم بحال هكا كيجيو حتى هما زوينين، او ممكن ديروهم بشي طبق ديال المقروط ديالكم او شي معمول. هنايا غادي ان شاء الله نزين معكم بهذه الطريقه اللي هي جد رائعه وزوينه، غير بالنقاش كيف كتلاحظوا. الطريقه اللي هي جد سهله والنتيجه كتجي رائعه، كيجي زوين بزاف كيف كتلاحظوا اخواتي. طريقه سهله سهله جدا، وكيجي الشكل ديالهم راقي وزوين. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الشكل، هذا كيجي رائع وزوين. وغادي نقترح عليكم حتى الشكل الثاني هكا غير بالسكين. ممكن تشكلوا اشكال متنوعه حتى المتواجدات خارج الوطن وما عندهمش هكا الطابع او مراشم ديال مخصصه لهكا المقروط. كنقترح عليكم هذا الشكل وممكن تشكلوا فيه كما بغيتوا. وهنا اخواتي من بعد ما كملت الكميه تبارك الله كامله، ممكن تخليوه شويه يرتاح وممكن تقليوه ديك الساعه، او تخليوه حتى يبات تنقصوا عليكم الخدمه. غير تغطيوه مزيان بواحد بلاستيك غذائي. وهنايا عندي مقلاة فوق النار اللي فيها واحد الكميه ديال الزيت. كتحاولوا تكثروا من الزيت، ولا جاتكم يعني الكميه كثيره ديال الزيت وبغيتوا ديروا غير واحد الكميه اللي هي قليله، كديروا في شي كاسرول يكون الحجم ديالو صغير. من بعد ما كتسخن كنحطوا الوحدات ديالنا على نار اللي كتكون متوسطه، وكنخليوه حتى يتحمر ويطيب من الاسفل. من بعد كنقلبوه على الوجه الثاني، يعني كنخليوه على نار اللي كتكون متوسطه اخواتي واحد 4 حتى 5 دقائق. من بعد كنقلبوا شي وحده غير نلقاوها هكا تحمرات، وكنقلبوا الوحدات الاخرى. والنار كيف قلت لكم اخواتي متوسطه، ما تجهدوش النار بزاف باش ما يتخطفوش لكم، ياخذوا غير اللون ويبقاو ما طايبينش من الداخل. هنا من بعد ما طابوا معايا وخداو واحد اللون اللي هو ذهبي، ما تخليوهمش حتى يتحمروا بزاف، لان حتى اللون مازال غيزيدوا من بعد ما كنحطوهم في العسل غيتغير اللون ديالهم. وكنحطوهم في العسل اللي في الاول يكون دافئ
من بعد غادي نحطهم في العسل يكون بارد وثقيل باش يتشد عليهم مزيان. وكنحاول كنضرب هكا هاد الصفايه هادي باش يستقطر داك الزيت كامل. واللي بغى طريقه تحضير العسل غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف اسفل الفيديو مع المكونات او اخر هذا الفيديو. وغادي نكمل المقروطات اللي تبقاو ليا باش ما نطولش عليكم الفيديو ونرجع معكم باذن الله. وهذه هي النتيجه النهائيه ديال المقروط اللي حضرت معكم اليوم. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. من بعد ما كتحيدوه من العسل اللي كيكون دافئ كتحطوه في العسل اللي يكون ثقيل باش تشد عليه مده طويله وكتخليوه يستقطر وكتقدموه بالصحه والراحه. كيف كتلاحظوا كيجي معلك وكيجي زوين بزاف وشارب العسل وما كيجيش نهائيا قاسح وطيب مزيان لا من الداخل وكيجي مقرمش على برا واحد القرمشه اللي هي خفيفه وزوينه. وكنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الصديقات ديالكم مع الاحباب باش تعم الفائده في مواقع التواصل الاجتماعي. وتشجعوني بلايك باش توصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات ولا كنا جزيل الشكر. وغادي تشوفوا ان شاء الله معايا المقروطه اللي زيناها غير بالسكين كيف كتلاحظوا حتى هي كيجي الشكل ديالها راقي. وكيف كتجي من الداخل كتجي معلكه وطيبه مزيان ومقرمشه على برا. وهذه ماشي كل الكميه باقي يعني الطبق الكبير وجوج اطباق اللي هما صغار تبارك الله. وهذا الشكل الثالث بغيتو تخليوه غير هكاك. وهادو زينتهم هكا بقليل من السمسم من الفوق وحطيتهم هكا في كويغطات وكنقدمهم بالصحه والراحه لعائلتكم. وكنشكركم على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى